انه انا توفقت وربحت. وثاني شيء بدي احيي الشعب المصري كلياته، بدي احيي الشباب صاحباتي بلبنان، فريق المنتخب اللبناني واستاذ جراند ماستر سامي بلاوي، وبدي اودي تحيه لاصحابي كلها بالنادي ولمدربي هلال نشار ولاهلي ولكل اللبنانيين، والحمد لله على الفوز. يعني بدايه بطالب الساده المسؤولين عن الرياضه في مصر ان هم يهتموا بينا شويه. يعني احنا كابتن محمد صبيح والمدربين عاملين مجهود فردي ان هم عايزين يعملوا ماي تاي في مصر. احنا ما عندناش اتحاد، عندنا جمعيه، فاحنا عايزين ان هم يراعونا، يبقى في اتحاد. في اتحاد هيبقى في بطوله داخليه في مصر. هقدر اصعد اللعيبه، هقدر انتقي اللعيبه، هقدر احسن مستويات. بجد انا سعيد وجود 10 دول عربيه على ارض مصر. بجد انا سعيد ان احنا قدرنا كلنا نقف جنب بعض ونتكاتف ان يدونا الفرصه للمصريين ان احنا ننظم حدث على ارض مصر. صحيح احنا ما عندناش اتحاد مصري للمواي تاي لحد الان وهو تحت التاسيس، لكنها بدايه حسنه وحميده. بشكر السيده وزيره التضامن الاجتماعي، بشكر هيئه التنشيط السياحي، بشكر كل حد ساعدنا ان احنا نوقف الحدث ده في مكانه وفي وقته. انا بتمنى من ربنا ان كل المباريات تخلص بهذا المستوى وهذه الروح الرياضيه. بتمنى ان كل المباريات يكون فيها روح الحب اللي انا شايفه دوت. بتمنى من الحكام ان يستمر الاداء كما هو. بتمنى من الجمهور ان يستمر الاداء كما هو. بتمنى منكم انكم تفضلوا موجودين معانا لاخر مباراه. ولكن البدايه بالنسبه لي والبدايه بالنسبه لنا والبدايه للمواي تاي في مصر هو النهارده بعد تنظيم البطوله العربيه للمواي تاي هي البدايه الحقيقيه للمواي تاي في مصر. اولا بنشكر الشعب المصري على الاستقبال وعلى الحفاوه في ارض شرم الشيخ، وهذا نجاح كبير بالنسبه للبطوله العربيه الذي نشهد فيها جميع المشاركين 9 دول. هذا شرف كبير لان هذه الرياضه الشعبيه التي اصبحت تمارس في جميع انحاء العالم، وهذا يدل على أن الرياضة لها مستقبل. مبروك لمصر استضافتها هذا المهرجان الرياضي الكبير، البطولة العربية الرابعة. كنت أتمنى وكنت قد أكون سعيدا أكثر لو جاء الفريق الفلسطيني. نجاح البطولة العربية هو نجاح لفلسطين ونجاح لمصر ونجاح للمنظمين، واعتقد بدايه حسنه الان بعد هذه المباريات الاوليه التي شهدناها. نتمنى ان نتقدم او الاتحاد العربي ان يقدم شيء ممتع امام الجمهور الذي جاء الان ليرى هذه الرياضة المتقدمة. التجمع العربي كله ده ينتسب الفضل ليه برضو، عشان الواحد لازم ينسب الفضل لأصحابه، أستاذ محمد صبيح، العميد جمال الجزار، أستاذ هيثم علي. الناس دي عملت تفويضات من الدول العربية ومن الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة الدكتور سامي القبلاوي، وبدأنا احنا ناخد الموافقات الأمنية من مصر، وبنتمنى ان يبقى في الدورة الجاية ان شاء الله تعاون اكتر من الجهات المصرية. بالنسبة لرياضة المواي تاي هي رياضة عريقة وقديمة التاريخ ومنتشرة في جميع أنحاء العالم، ولها تاريخ عريق وفنون قتالية متعددة في عدة أساليب. وحقيقة إقامتها في هذا الوقت في مصر في منطقة شرم الشيخ هو إنجاز كبير لنا والاتحاد العربي ولمصر بالذات، رغم جميع الظروف والصعوبات التي واجهتها. فنجاح كبير في هذه الرياضة يعني إقامتها في مصر. بنتمنى أن الدنيا ترجع تاني والناس تشوف أن المكان هادي، لأن الفترة اللي فاتت في تصور ان في ارهاب، عدم استقرار. بالبطولات دي احنا بنفعل ان الدنيا امان، والا ما كناش نقدر نستضيف الزخم والحدث الرياضي اللي موجود. فنتمنى الناس تفهم وتقدر تزورنا تاني، ونقدر نعمل انتعاش تاني لشرم ونحطها في مكانها الطبيعي اللي احنا فقدناه من بعد الثوره طبعا زي ما انت عارف. فدي كلها مجهودات لاعاده التسويق واعاده الحيويه للبلد. بس هو ده المقصد منها.